ما شاهدتموه هو اعتبرناه نحن كدفاع بأنه تجاوز للسلطات في تنفيذ الأوامر ديالها، وهي في إطار نفاذ القانون. ما شاهدتموه في بلادنا بأي حاجة زوينة، أي حاجة رائعة كنفرحوا بها. فهنا انا ماشي هنايا باش نتكلم على الجماليه، انا هنا باش نتكلم على القانون، على الاطار القانوني. غادي نتكلم اولا على هل هذا السيد اللي تم الهدم ديال البنايه ديالو هل هو في وضعيه قانونيه ام في وضعيه غير قانونيه. من اجل ذلك اقول لكم على انه حنا كنتكلموا مع واحد الشخص اللي عنده رخصه حصل عليها في 2021، وهي رخصه بعد ما يعني انا ما غنرجعش بكم بزاف، لانه كاين واحد الرخصات ثم كاين التعديل ديال الرخصه صاحبته الظروف ديال ظروف معينه ما، ولكن في اخر المطاف نحن نتحدث كنتكلموا على انه السيد كيتوفر على الرخصه ديالو. طيب هاد الرخصه كتاهلو اولا كتمكن له باش يبني، ثم كاين واحد المجموعه ديال الرخص. كاين بعدا اولا كاين الرخصه ديال الجدار ديال السور ديال الحائط. عمليه الهدم للاسف ما عرفتش واش تبعتوها من قبل، يعني انا لا غنقول لكم داكشي اللي من قبل، وانا عندي فيديو وعندي واحد المجموعه ديال الفيديوهات وغادي نقدر نعرض عليكم واحد منهم اللي كيبين الى اي حد وصلنا فيه. حرام. كاين الباب هنا مشاو مباشره للسور وهدموا السور، وماشي هدموا السور باش يدخلوا من اجل التهديم ديال البنايه، لا، هدموا السور ومشاو كيهدموا فيه كامل، السور على الارض كامله. من بعد شكل لنا واحد المشكله انه بدات السرقه، بدا النهب. وانا غادي نقول لكم للاسف الشديد، وانا راه توجهت للسيد الوكيل العام بشكايه في هذا الموضوع. الغريب في الامر انه الذي حتى او حرض هذوك السراق اللي جاو راه عون سلطه. لا، هل يعقل انه يتصل يهز التليفون ديالو ويقول لهم اجي راه كاينه الهوته؟ واش هذا كلام؟ واش حنا في بلاد ديال القانون؟ سمحوا لي، كاين امور اللي ما نبغيش انا كرجل قانون نسمعها، ولا اعتقد على ان هناك رجل عاقل في هذا البلد انه يبغي يسمعها. ومع ذلك انك كتجي في نوع من الشطط في استعمال السلطه، في نوع من العجرفه في تطبيق القانون، في نوع من لا قانون وانت تطبق القانون. سمحوا لي، حنا في هذه البلاد اننا كنخضعوا كاملين للقانون، وما يمكنش شي حد فينا غادي يكون كيقول بانه ضد القانون او ضد تنفيذ القانون. حنا كاملين ولاد القانون، والقانون على راسنا وعلى عينينا. ولكن هذا القانون راه يطبق عليا وعلى السيد رجل السلطه، يطبق على الصغير وعلى الكبير. هذا القانون يخضع له القاصي ويخضع له الداني، يخضع له الغني ويخضع له الفقير. هذا القانون كيطبق علينا كاملين. اذا هذا القانون باش يطبق علينا كاملين وباش نقدروا نحترموه وباش يقدر يكون، ما يمكنش انا انت كرجل سلطه خاصك تمتثل القانون. الفصل 66 الفصل 68 من القانون ديال التعمير كيعطيوك واحد كيحدوا لك وكيقولوا لك ودي الا بغيتي تهدم راه كاين واحد المسطره معينه ينبغي ان تسلك هذه المسطره. انا غنقول لكم واحد القضيه. قلنا بان هذا البناء عنده رخصه. هاد العقار هو في الملك ديال الصاحب ديالو، هذا ماشي ملك ديال الدوله، هذا ملك خاص ديالو. انت الدوله اولا عن طريق المؤسسات ديالك، عن طريق الجماعه، سلمتوا السيد رخصه، عطيتوا له رخصه. هذيك الرخصه راه ما فيهاش غير هو مباشره مع السلطه، راه فيها المهندس، فيها البيرو ديتيد، فيها واحد المجموعه ديال العناصر اللي كتخضع كامله في اطار قانون ديال التعمير. نتوما سلمتوا له رخصه، درتوا محضر في 2021، محضر ديال المعاينه مخالفه في 2021. السيد القائد انذاك اللي دار المعاينه وجهها للسيد وكيل الملك. اذا انت كسلطه، حنا كتعرفوا في القانون ديال التعمير للاسف عندنا واحد المفهوم ديال الازدواجيه. الازدواجيه يا اما كان مسطره قضائيه ولا مسطره اداريه. اذا انت اختاريتي مشيتي عند السيد وكيل الملك
حلتيها المحكمه. كاين واحد القاعده الاخوان قانونيه: من اختار فلا يرجع، من اختار فلا يرجع. اذا انت اختاريتي السلوك القضائي وما تسنيتيش المحكمه، انت ما تقتيش في السلطه القضائيه، انت جيتي وهدمتي وتعسفتي ودخلتي وريبتي، انت درتي القضاء. ما عندناش حكم نهائي وانتهائي ديال القضاء. صدر في 2021 توجهات المسطره للسلطه القضائيه، المحكمه الزجريه. حكمات المحكمه باش حكمات المحكمه بواحد الغرامه، وحكمات بارجاع الحاله الى ما كانت عليه. مزيان. هاد السيد دار ما يسمى بالتنفيذ التلقائي، مشى كينفذ تلقائيا. جات السلطه حرات محضر بانه راه قام بعمليه الهدم وراه نفذ تلقائيا. دارت السلطه محضر ودار هو محضر. عندنا كنتوفروا على محضرين: محضر ديال المفوض القضائي اللي عاين التنفيذ التلقائي ديال الهدم والاصلاح، وعندنا المحضر ديال السلطات ديال السلطات بيدهم اللي جاوا وعاينوا نفس المخالفه ديال 2021. وهنا راه كنتكلموا، راه كاين ما يسمى بالتزوير المعنوي. راه كنتكلموا على ديال المخالفه ديال 2021 تعاود ليها بنفس المراجع، تعاود ليها فقط التاريخ، ودارت في 2024. وانا كنتكلم معكم وكنقول لكم بان الموكل صاحب القصر ديال الضيافه وخدا الرخصه بهذا الاسم. راه كتسمعوا هذه الكلمه ديال قصر الضيافه، راه خدا الرخصه بهذا الاسم ديال ان العقار غيكون مشيد فيه قصر الضيافه. واحد التوضيح، غنفتح واحد القوس: كدموها ما هدموهاش، كذبوا ما كذبوش، راه العقار فيه جوج البنايات، فيه زوج البنايات. البنايه اللي تهدمت طول ديالها 50 على 36، هذيك البنايه هي اللي كانت غادا تكون بمثابه معرض ديال الخيول باخر ما كاين في التكنولوجيا، وكيفاش كيدخل داك الفرس واحد المستوى يبهر، واحد المستوى رائع جدا، وتخسرات فيها فلوس كثيره. كنتكلموا على ملايين الدراهم اللي تخسرات في هذاك المعرض بواحد المستوى عالمي. اذا الذي تم الهدم ديالو غادي يقول لهم الموكل: الله يخليكم انا راه ما علمتونيش بقرار الهدم. غادي يقولوا له: لا راه رسلنا لك في الواتساب. غادي يقول لهم: ودي انا هذا الواتساب اللي كتكلموا عليه راه ما جانيش وراه ما علمتونيش، راه رزقي تما، عطيوني 4 ساعات نحيد غير التريات، نحيد لي كليم، نحيد ما يمكن انقاذه. الله يخليكم. اش قال له السيد القائد؟ قال له: نعطيوك اسيدي 4 ساعات. واخا توجه هو للعمله، واذا به جالس في كرسي الانتظار عند السيد العامل ديال بوسكوره، كيهاتفوه العمال ديالو كيقولوا له: راه عمليه الهدم راه بدات. ما غادي يقدر يقول حتى شي حاجه الا كلمه قالها لي: قال ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني مغلوب فانتصر. بقى كينتظر في كرسي الانتظار الى ان غيجي مدير الديوان وغيقول له: اسمح لي راه السيد العامل ما بغاش يشوفك. غادي يخرج بحسراته، غيجي غيشوف البنايه كتهدم، غيشوف رزقو، غادي يبان له هذاك السيد اللي في ديك البوكلان كيهدم، كيريب في داك السور والنخل والشجر. قال له: الشريف البنايه مخالفه وقلتو مخالفه، واخا حنا كنقولوا ماشي مخالفه، البنايه قلتو مخالفه وريبتوها، الشجر اش كيدير لك؟ اش دار لك النخل؟ باش غيقول له؟ قال له: الاوامر اللي تعطاتني انني نرجعها غبره. هذا كلام صعيب. حنا في بلاد ديال القانون تحت رعايه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو، ما يبغيش هادشي. حنا ما نبغيوش هادشي، ولا احد عاقل في هاد البلاد ما يبغيش هادشي. هذا كلام ما كيتقالش. كاين هناك السلطه وكاين هناك التسلط. ما يقع هو تسلط، هو شطط في استعمال السلطه. السلطه تمارس بنوع من العقلانيه
الساده العمال والمسؤولين راكم بنات كتبنيو الوطن. علاش كتحولوا راسكم لجرافات؟ نتوما ماشي باعاوي الهدم. حنا كنقلبوا على البناء، البلاد كتقلب على البناء، حنا باغي نبنيو، ماشي كنريبو. واخا نطرحوا سؤال، عندك رؤيه اش باغي دير تما ملي ريبتي؟ عندك بلون اشنو باغي دير؟ عطيني البديل. اشنو ريبتيها صافي وارتاحيتي؟ واش تحققت لك الراحه ملي ريبتي؟ ما كاينش رؤيه. هذيك ارض فلاحيه عطيتوه ترخيص 6 سنين. كنقول لك المخالفه اللي كيقولوا مخالفه علما انها ماشي مخالفه، وغنبين لكم علاش ماشي مخالفه. اولا خاصكم تفهموا، هما كيهضروا على مخالفه ديال العلو. مخالفه العلو، حنا في الموقع الجغرافي ديال الارض هابطه على الخارج ديالها ب5 متر و20. كون جابوا فقط مهندس، لان الذي يعاين من اللي عاين خصو يكون عنده الاحداثيات وعنده وسائل القياس، ويكون من ذوي الاهلي والدربه والاختصاص. انت كتجي عندك الصفه الضبطيه نعم، ولكن انت مهندس لا. واش درتي مقارنه ما بين العقار المشيد وما بين الارض خارج العقار المشيد؟ ما درتيهاش. واخا السي الواعر، غنسولك واحد السؤال، عطيني قانون في الاراضي الفلاحيه كيعطيني واحد الحد بانني خاصني نحترمو في العلو. ما كاينش. سمحوا لي، الا كنتكلموا على هذا العقار راه عقار حاصل على الترخيص ديالو، وحنا غادي نسلكوا واحد المجموعه ديال المصادر، باعتبار انه ربما انكم شفتوا ان السيد المعني بالامر يثق في مؤسساته، ما افتعل نزاع، ما افتعل ولا شيء، بل هو اتصل بالدفاع ديالو كيطلب اننا نسلكوا ما يخوله لنا القانون. وبطبيعه الحال لنا الثقه في مؤسسات القضاء، نلجؤوا لها في اطار ما يسمح به القانون من دعوى التعويض. واخا انا نتساءل معكم واحد السؤال اخر. دابا حنا غنلجؤوا مساله ديال التعويض اللي غادا تحكم. ربما هذا السيد العامل غيكون تحال على التقاعد ومشى لدارو. شكون اللي غيخلص كلفه اذا ما ثبت لدى المحكمه في الاقتناع الصميم ديالها على ان الامر يتعلق بشطط في استعمال السلطه، وعلى ان هناك تجني على هذا الشخص، وعلى ان هناك اعتداء مباشر على ممتلكاته، واقتنع القضاء. حنا دابا في خصومه، بغى القضاء بغى يتاكد من هذا الكلام اللي كنقولوا حنا ومن الكلام اللي كتقول السلطه، سيما ان حنا ما عندنا حتى محضر، ما تبلغنا بحتى شي محضر. اذا هاد المحاضر بغينا نطعنوا فيهم، غنلجؤوا للقضاء. القضاء ملي غادي يجي القضاء بغى يدير معاينه. فين هي البنايه اللي غيدير فيها معاينه؟ بغى يتاكد من مدى وجود المخالفه من عدمها. علاش انت مشيتي تسرع باش تغطي على واحد الفعل اللي ربما انت تعرف انه غير موافق للقانون؟ لاجل ذلك غادي نقول لكم واحد النقطه كيتكلموا عليها، شي حد شفتو كيتكلم عليها، هو السحب ديال الرخصه. قال بانه هذه الرخصه راه تم السحب ديالها. الرخصه تعطات كما قلت لكم في 2021 شهر 8 نهار 6. ممكن ترفع الصوت شويه استاذ باش يجازيك بخير؟ بطبيعه الحال بالرخصه في 24/11/2023. السيد من 11/2023 وهو متوقف عن اشغال البناء. اش كتبوا له في بواسطه الطلب الان محطوط في البلاتفورم، وكيعطيو يديروا مارك بدل هادي غير هادي وغادي معاهم. فاذا بنا نفاجأ. انت دابا الاداره خاص يكون كنهضروا على واحد المنطق، هنا كنشوفوا لا منطق. اذا ملي كتعطيني نحط في البلاتفورم ان سحب الرخصه مشروع بضوابط قانونيه،
هل تم احترام هذه الضوابط ام لم يتم احترامها؟ لم يتم احترام هذه الضوابط. كيفاش؟ سحب الرخصه ينبغي ان يكون قبل الشروع في البناء، ماشي تيكمل السيد ويخسر فلوسه ويبني ويسالي عاد تجي تسحب ليه الرخصه. واسمح لي، راه كاين واحد المبدا ديال استقرار المعاملات، راه كاين خصنا نثيقوا في الرخص. اذا انا اليوم تعطيني الرخصه ونمشي نبني نقول لا، راه الا سحبوا الرخصه راه عاوتاني مشى ليا كل شيء. اسمحوا لي، هذا يشكل ازمه امن عمراني. غادي ما نبقاوش نثيقوا في الرخص. اذا ملي كتعطيني الرخصه خاصك انت اول واحد يحترم الرخصه، هو مصدر تلك الرخصه. قلتي لي سحب الرخصه الى حين تسويه الوضعيه، هل امتثلت الى هذا الامر؟ نعم، موكلي امتثل الى هذا الامر وتوقف النشاط ديال البناء بعد ما داروا محضر في 2023. اش كيقولوا فيه؟ كيقولوا فيه راه السيد توقف عن البناء. انا حصلت على جميع المعلومات في اطار السلطه ديالي بانني باغي ندير واحد النيابه معقوله لهذا السيد، فاذا خصني ندير البحث والتحري. درت البحث والتحري، سولته هو، قلت له ودي واش توصلتي؟ قال لي يا استاذ ما عمرني ما توصلت بشي حاجه. واتحداهم شي حد يجيب لي شي تبليغ بانني تبلغت به. قلت لي مزيان صافي. اذا ملي كنجي واش كنلقاوهم كما قلت لكم في 2023 كيديروا هما محضر كيقولوا السيد راه هدم وصلح. هما في 2024 كيديروا محضر ديال الهدم. باش من معاينه؟ بالمعاينه ديال 2021. الله يا ودي، انت في 2023 كتقول رانا صلحت وراني قاديت الامور ديالي، في 2024 كتبني عليه على 21 وما كتبلغوش ليا، وكتجي كترتب عليه اثار في 2025 في ظروف لا يعلم من وراءها او من له مصلحه فيها او من الدافع او من ما هو الباعث او السبب. واش كاين تما واش هذيك البنايه شكلت شي خطر على شي حد؟ ضرر منها شي حد؟ كاينه شي شكايه ديال شي حد؟ حجبت الرؤيه على شي حد؟ شكلت شي امر خطير على المجتمع على شي حد؟ لا. اذا فين هو عنصر الاستعجال الذي دعاك ايها المسؤول انك لا ترحم ولا تعطي لهذا الشخص فقط 48 ساعه اللي وما احترمتيش الفصول ديال 66 و 68 ديال قانون التعمير، وما احترمتيش واحد النوع ديال التراتبيه ديال من القيم المثلى. لاجل ذلك اعتقد على ان مساله رفض المسؤول انه يستقبل مواطن وهو كيتريب ليه الرزق ديالو وكي يقول بانه هذا الشيء راه غير قانوني وغير ومتسم بنوع من الشطط في استعمال السلطه، والمسؤول جالس في المكيف وما غاديش يستقبلوا بدون سبب، ماشي معقوله. قبل المغادرة ما تنسوش المشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.